ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده هنعمل تتبيله ستريبس تحفه. والطبقه اللي بره هتطلع مقرمشه جدا، ومن جوه لونها ابيض وجميل زي كده، والتتبيله ريحتها وطعمها جبار. هتنفع معانا في الغدا، في العشاء، في سندوتشات، في كريب زي ما انا عامله النهارده. هتبقى طعمها حلو جدا في الكريب. هتبقى زي الجاهزه بالظبط، وزي الكريب اللي احنا بنشتريه جاهز بالظبط، بل واحسن كمان. والطعم هيطلع احلى وانضف، طبعا احنا عاملينه في البيت وضامنين الفراخ وضامنين الحاجه والمكونات بتاعتنا. هيطلع معانا حلو جدا. هيبقى طعم ونظافه، وطبعا اوفر بكتير ما نشتري الحاجه جاهزه. تعالوا اقول لكم دلوقتي مكونات الستريبس. هيبقى معانا صدور فراخ اللي هي الفص الكامله دي، يعني ما نشتريش البانيه الرفيعه، نشتري فص. نقول بتاع الفراخ عايزين صدور فص، هيدينا هي الصدور الكامله اللي احنا شايفينها دلوقتي. هنغسلها كويس جدا بالدقيق والخل والملح، ونصفيها كويس قوي. وبعد كده هنقطعها شرايح عريضة زي ما احنا شايفين. هنقطع القطع اللي هي زي الموزة دي اللي في الجنب، هي اسمها موزة. هنقطع كل الفراخ اللي معانا شرايح زي ما احنا شايفينها كده. ما نقطعش شرايح رفيعة. الشرايح الرفيعة هتتحرق بسرعة معانا وهتبقى ناشفة وطعمها مش حلو. احنا الاستريبس اللي احنا بنشتريه بيبقى لونه ابيض وتخين من جوه شوية سنة بسيطة. هي الشرايح دي مناسبة جدا زي ما احنا شايفينها بالظبط، هتطلع حلوة قوي ومناسبة جدا. هيبقى معانا علبتين زبادي علشان نضمن ان الفراخ شربت التتبيلة كويس قوي معانا، ننقعها في زبادي او لبن رايب. اكتر حاجتين مناسبين يخلوا الفراخ تشرب التتبيلة كويس قوي. اللبن مش هينفع قوي زي الزبادي والرايب، فاحنا لو عندنا رايب او زبادي هيقضوا الغرض. البهارات اللي معانا: معلقه بصل بودر، ومعلقه توم بودر، فلفل اسود، بابريكا، ملح، كركم. دي البهارات اللي معانا. عايزين نزود جنزبيل ممكن نزود جنزبيل او اي بهارات تانية احنا حابينها. هنحط معلقه خل، هنحط معلقه توم مفروم، اللي هي التتبيله اللي احنا بنكون حاطينها في الفريزر بتاعه السمك والبتنجان، اللي هي توم مفروم مع فلفل، مع شوية بهارات. دي هتدي ريحة حلوة جدا للفراخ، بس مكترش منها، هنحط معلقة بس صغيرة. هنقلب كل الخلطة دي كلها مع بعض مع الزبادي لغاية ما نضمن كل المكونات البهارات اختلطت بالزبادي وبالفراخ. هنسيبها في التلاجة ممكن من بالليل او على الاقل 3 ساعات تشرب التتبيلة كويس جدا. نكون مجهزين دقيق. الدقيق هنحط عليه معلقة ملح بس، احنا التتبيلة اللي معانا كفاية قوي بكل بهاراتها. وهنكون مجهزين طبق فيه ميه. هنطلع من التتبيله من غير ما ننضفها ولا ننزل من عليها البهارات ولا الزبادي ولا اي حاجه. هنروح حاطينها في الدقيق الاول علشان تحتفظ بالبهارات ما تنزلش في الميه على طول. وبعد كده هنروح حاطين في طبق الميه، ونروح مقلبين بايدينا حوالي 10 مرات 15 مره زي ما انتم شايفين، كتير كتير قوي، علشان تعمل معانا الطبقه الكريسبي اللي بره، اللي هي المنعكشه اللي انتم شايفينها دي. الطبقة دي بتتعمل من كتر التقليب، علشان كده نحاول على قد ما نقدر نقلب كتير في الدقيق. الخطوات بتاعتنا ايه: هنطلع الفراخ من التتبيلة، هنحطها في الدقيق، وبعد كده ننزلها في المية ثانية واحدة او ثانيتين، وبعد كده هنروح حاطينها تاني في الدقيق ونقلب كتير. ما نطلعش من التتبيلة ونحط في المية عشان التتبيلة ما تنزلش في المية. كده الاستريبس معايا خلص. ده كيلو بانيه واحد عمل معايا الكميه دي كلها. هنحط الطباق، يعني احنا مش هينفع نحط الاستريبس فوق بعضه علشان ما نفقدش اللي هي طبقه الكريسبي اللي احنا عاملينها. هنحطه زي ما هو كده في الفريزر، وبعد ما يتلج ننقله في علب لو احنا هنشيله في الفريزر. لو احنا هنقليه على طول هنحطه في الفريزر بس نص ساعه او في التلاجة. وبعد كده هنحط زيت غزير زي اللي احنا شايفينه، يسخن كويس، ما نحطوش زيت بارد علشان برضو الطبق ما تفكش معانا. هننزله في الزيت لغاية ما ياخد اللون الذهبي الجميل. بعد كده هنطلعه على مناديل او هنطلعه على شبكة. المهم اللي احنا نطلعه نصفي الزيت منه كويس جدا. ونخلي بالنا اول ما نحط الستريبس في الزيت ما نقلبهوش لمدة، يعني مش مدة معينة، بس لغاية ما الطبقة اللي تحت تمسك نفسها وتاخد لون زي اللي احنا شايفينه ده، يبقى لونها ذهبي زي كده. ما ينفعش اول ما نحط الستريبس اللي احنا نقلب فيه على طول علشان الطبقة اللي فوق ما تقعش على طول في الزيت. لازم تبقى ماسكة نفسها زي كده. شايفين اخد لون تحفة ومقرمش وناشف وتحفة من جوه، طري وجوسي ولونه ابيض زي ما هتشوفوه دلوقتي. انا هفتح لكم دلوقتي الستريبس من جوه، هيبقى لونه ابيض وتحفة ومقرمش جدا من بره. والطعم طبعا ونظافة واحلى بكتير من الجاهز. هنخلص كل الستريبس معانا بقى، هنعمل سندوتشات، هنعمل كريب. انا عملته كريب النهارده طالع احلى من الجاهز بمليون مره.
وانضف، وضامنين احنا بناكل ولادنا حاجه نظيفه في البيت. الكريب طبعا هحط لكم الفيديو بتاعه بعد الفيديو ده، طريقه الكريب. هنحط بقى زي ما احنا عايزين، هنحط مايونيز، كاتشب. هنحط بقى الفراخ، شايفين الفراخ بيضه من جوه ازاي؟ ده اللي انا بقول لكم عليه، هتطلع طريه وبيضه من جوه لو احنا عملناها في السوم كده. يا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم، بس لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وشير علشان ناس كتير تستفاد من الفيديو. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.